صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أيها الناس، إنكم ستموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون. هذا الكلام ليس له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا أعلم حقيقة من أين جاء به هذا الخطيب. وهذا الخطيب ذكرني بما قالته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية عندما قالت عنه، عن هذا الحديث أو هذا الكلام الذي لا أصل له عن النبي. قالت: هذا لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. واللجنة كان فيها سابقا ابن باز رحمة الله عليه وعبد الله بن غديان. أنا أقول لهذا الخطيب ولغيره: يا جماعة، تأكدوا قبل أن تنشروا، تثبتوا قبل أن تنطقوا وتقولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. ضعوا دائما بين أعينكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث متواتر، فاق درجة الصحة، دخل في درجة التواتر، قطعي الدلالة، قطعي الثبوت. يا جماعة، اتقوا الله. فإن قال قائل: هذا للمتعمد، من كذب علي متعمدا، لكن هذا الشيخ وغيره مش متعمدين. أقول لك أن تقول ابتداء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، عندك عذاب شديد. النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري وأحمد ماذا قال؟ قال: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. من يقل علي، هنا لم يقل متعمد، قال: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا مش كلامي ولا روايتي، رواية البخاري وأحمد. يا جماعة، اتقوا الله. يا جماعة، فليكن ديدننا التثبت والتأكد والتبين والمراجعة والصحة، تحري الصحة. يا جماعة، هذا دين مش أي كلام، هذا قول النبي مش أي قول. يا جماعة، اتقوا الله، أرجوكم لا تنشروا حتى تتأكدوا. نصيحة يا أخوة، نصيحة. السلام عليكم ورحمة الله.